تخيل قلعة تاريخها راجع لسنة 1120، عدى عليها حروب وسنين كتير جدا من الإهمال لحد ما بقت خرابة حرفيا. والأغرب بقى 2 صحاب ما عندهمش أي خبرة في المعمار قرروا إنهم يغامروا بكل فلوسهم ويشتروا القلعة دي ويحولوها لفندق 4 نجوم فخم جدا. بس قبل ما الحلم بتاعهم يكمل الفلوس بدأت تخلص والعالم كله وقف بسبب وباء عالمي اللي هو الكورونا. فيا ترى هل القلعة دي ممكن ترجع للحياة من جديد؟ ده اللي هنعرفه في الفيديو بتاع النهاردة، واحنا معانا فيديو من العيار التقيل. فقبل ما نبدأ ما تنساش تصلي على سيدنا محمد واشترك معانا دلوقتي في قناة خطة، ويلا بينا نبدأ على طول. بتبدأ حكايتنا في سنة 2019 وبالتحديد في جنوب فرنسا. والقلعة اللي قدامنا دي ما كانتش مجرد طوب وحجارة، ده مكان مليان حكايات وتاريخ طويل. القصر ده شاف كتير جدا، يعني مثلا في الحرب العالمية الأولى كانوا بيستخدموه كمستشفى للجنود، وبعد كده اتحول لمدرسة وبعدين معهد ديني. بس زي ما بنقول كده دوام الحال من المحال، والقصر ما بقاش زي زمان والجدران بتاعته بدأت تقع وأجزاء كاملة منه انهارت تماما، وبقاله سنين طويلة جدا مهجور ومحدش بيجي ناحيته لحد ما ظهروا فرانسيس وبنوا. دول 2 صحاب سمعوا ان القلعة دي معروضة للبيع والسعر كان مفاجأة 170 ألف دولار بس. وانا عايز اقول لكم ان الرقم ده صغير جدا على قلعة بالحجم ده، والسعر ده ممكن يجيب لك بورش 911. بس هما بدل ما يشتروا عربية اشتروا قلعة كاملة. وفي الأول خطتهم كانت بسيطة جدا، كانوا عايزين يشتروا القصر ويحولوه لبيتهم الخاص ليهم ولعيلتهم. بس أول ما قربوا وشافوا الواقع بعينيهم اتصدموا من كمية الدمار اللي شافوه، والمكان كان محتاج ترميم أكبر بكتير من ما كانوا متخيلين واكبر من ميزانيتهم الشخصيه كمان. وهنا جات لهم الفكره اللي هتغير كل حاجه. قالوا احنا مش هنسكن فيه، احنا هنحوله لفندق 4 نجوم، وده عشان يقدروا يكملوا عمليه الترميم الجباره دي. ومن هنا بدات الرحله وخدوا القرار وخلاص مفيش رجوع فيه. الصحاب الاتنين خدوا قروض شخصيه عشان يقدروا يشتروا القصر، وبدات المغامره المجنونه والقلعه بقت ملكهم خلاص. واول خطوه انهم جابوا مقاولين وصناعيه عشان يحددوا ميزانيه مبدئيه للترميم. والصدمة الأولى هنا كانت في الرقم الضخم اللي ما كانوش عارفين هيجيبوه منين. المبلغ اللي اتحدد كان 2 مليون دولار. مبدئيا كده الرقم ده طبعا يخض، بس خليني كده احرق لكم شوية أحداث وأقول لكم إن الفاتورة النهائية هتكون أضعاف الرقم ده. وبرغم كده هما الاتنين قرروا إنهم يشتغلوا بإيديهم في مرحلة الهدم والتكسير. وفي ملحوظة صغيرة بس، بنوا ده رجل أعمال، أما صاحبه التاني فرانسيس فده خبير إدارة مشاريع. يعني الاتنين ما عندهمش أي خبرة في اللي بيعملوه دلوقتي، وقلة الخبرة دي خلت الموضوع فيه ريسك عالي جدا. بس للأمانة يعني هما سدوا شوية في شغل التكسير الداخلي وكانوا ماشيين كويس. بس بمجرد ما دخلوا في الجد فهموا على طول إنهم لازم يستعينوا بالمحترفين. وفعلا وصلت الفرقة المختصة بمعداتهم التقيلة عشان يكملوا الشغل وينجزوا الموضوع بشكل أسرع. وفي خلال ما كانوا شغالين ظهرت لهم مشكلة تانية وهي الفلوس. طبعا زي ما قلنا في الأول هما الاتنين كانوا شارين القلعة بديون شخصية وكانوا بايعين اللي وراهم واللي قدامهم، وما كانش حيلتهم حاجة حرفيا. بس تكاليف الترميم كانت بتزيد بسرعة شديدة وفلوسهم خلاص بدأت تخلص. وهنا بقى جات لهم فكرة عبقرية عشان ينقذوا المشروع بتاعهم، وخصوصا بقى ان البنوك في فرنسا ما كانتش موافقه انها تديهم قروض ابدا لمشروع مجنون زي ده. والبنوك حقها يعني الصراحه، دول بيرمموا انقاض ب 2 مليون دولار. فكان الحل الوحيد قدامهم هو انهم يفتحوا باب الاستثمار في الاول للاصدقاء والاقارب اللي هيثقوا فيهم ويامنوا بقدراتهم الشخصيه. والفلوس دي كانت عشان مصاريف التشغيل الاوليه زي دفع الديون اللي خدوها مثلا. والخطوه دي هي اللي خلتهم يثبتوا للبنك ان في ناس حاطه ثقه وفلوس حقيقيه في المشروع، وهو ده اللي هيفتح لهم الابواب بعد كده. بس قبل اي حاجه تعالوا نشوف المخطط المستقبلي للقلعه دي واللي هتتحول لفندق 4 نجوم بعد كده. في المبنى الرئيسي هيكون موجود فيه المدخل الفخم والقاعة الرئيسية، وجنبها بقى قاعة للمناسبات. أما عن الدور اللي فوق ده بقى المملكة بتاع الضيوف، واللي هتكون عبارة عن غرف بطول الدور كله. أما الجزء الفخم بتاع المكان فهيكون في البرج الرئيسي. بس عشان الحلم يكمل كان لازم يخرجوا بره جدران القصر ويشوفوا الحديقة اللي مساحتها 40 ألف متر مربع. صحابنا قرروا انهم يفتحوا مدخل تاني خالص من الجهه الخلفيه بحيث انه يكون في وش المدخل الرئيسي بالظبط، وده عشان الزوار لما يجوا يقدروا انهم يدخلوا القصر بسلاسه من غير لف ودوران. فبدأوا على طول انهم ينظفوا الحديقة بالمنشار الكهربائي، بدأوا في تقطيع الاشجار الميتة والضخمة اللي كانت سادة المكان. والموضوع ده ما كانش مجرد تسلية، ده خد منهم مجهود جبار.
واستمر ل5 ايام متواصله. والهدف بقى من الهد والقطع ده كله انهم يعملوا باركينج للعربيات بحيث انه يستوعب كل الناس اللي هتجيلهم الفندق قدام. وده لان المنطقه اللي ورا القلعه كانت حرفيا عباره عن غابه، فمفيش اي عربيه هتقدر انها تركن بره المكان ده. والخطوه الجايه هتكون هدم الكنيسه القديمه. بس قبل ما ندخل على الخطوه دي عايز اقول لكم ان القصر ده مساحته الاجماليه هو 2500 متر مربع، وكان موجود على ارض مساحتها 40000 متر مربع تقريبا. يعني حرفيا القصر كان موجود على مساحه 6% بس من اجمالي مساحه الارض كلها. وهنشوف بعدين ازاي هيستغلوا باقي ال 40000 متر مربع دول في مشاريع تانية. وبعد كده دخلوا على الكنيسه القديمه واللي كانت حالتها صعبه جدا، وحرفيا فاضل لها تكه وتنهار. وسواق الكراكه هنا كان لازم يشتغل بدقه مرعبه ويشيل حجر ورا التاني، لان اي حركه غلط او لمسه زياده الهيكل كله ممكن ينهار فوق الكراكه نفسها. وبدأوا عملية الهدم من فوق الأول بحذر شديد جدا عشان يتجنبوا أي هزات قوية ممكن توقع البرج اللي لازق فيها. وكملوا الهدم واحدة واحدة لحد ما خلصوا. ولما خلصوا عملية الهدم كلها شالوا أطنان من الردم ونقوا منها الحجارة اللي لسه حالتها كويسة عشان يستخدموها في الجنينة قدام. وبعدين بدأ يظهر قدامهم مشكلة الفلوس من تاني لأنها كانت قربت تخلص. لكن هنا كانت المفاجأة، بسبب شهرة القصة بتاعتهم صحابنا فتحوا باب التمويل الجماعي، والنتيجة كانت صدمة ليهم حرفيا، لأنهم لقوا أكتر من 500 شخص ودول كانوا من 20 دولة مختلفة قرروا انهم يحطوا فلوسهم ويستثمروها في المشروع ده عشان ينقذوا قصر عمرهم ما شافوه على الحقيقة. ودلوقتي مع توفر السيولة الشغل بدأ في أخطر مرحلة اللي هو السقف. بدأوا يشيلوا القرميد القديم عشان يكشفوا عن حالة الخشب تحته. والصراحة بقى يعني يا ريتهم ما شافوا. المصايب كانت كتيرة جدا. أول حاجة المدخنة كانت بايظة وبتسرب مية، وتاني حاجة ودي الأخطر الهيكل الخشبي نفسه كان يعني زي ما احنا شايفين كده مفيش أمل منه. سنين طويلة من الرطوبة خلت عروق الخشب تعفن وتتآكل، وده كان مهدد استقرار السقف كله. فكان لازم تدخل سريع من شركة متخصصة عشان تدعم وتقوي الهيكل ده قبل ما يقع فوق دماغهم. ومش بس السقف ده، الواجهات الخارجية كمان كانت في حالة صعبة جدا. احنا هنا بنتكلم عن مساحة عملاقة، يعني اكتر من 1000 متر مربع محتاجة ترميم كامل، واللي بسبب العوامل الجوية والمطر الحجارة اتبهدلت تماما، والمونة اللي بتمسك الحجارة ببعضها دابت ووقعت. طب والحل هنا ايه بقى؟ هم وصلوا انهم لازم يشيلوا طبقة الغلاف الخارجية وكمان يفرغوا شوية من المونة اللي بين الاحجار وبعضها. فعلى طول جابوا الهيلتي عشان يبدأوا التكسير ويوصلوا لقلب الحجر النظيف عشان يقدروا يحطوا مونة جديدة قوية تمسك القصر لسنين كتير قدام. بس ترميم الخشب ده مش هينفع. الخشب هنا مش بس عايز تعديل، ده في اجزاء كامله متكسره في اماكن كتيره جدا، فكان لازم كل الخشب ده يترمي فورا ويعملوا هيكل خشب جديد تماما من الصفر. وطبعا لازم هيكل السقف ده يكون قوي جدا قبل ما يفكروا حتى يركبوا الكرميد الجديد. وبعدين راحوا عشان يكملوا الحفر، وفي وسط ما هم بيحفروا لقوا صخره عملاقه مدفونه جوه ارضيه القصر، وده كان واحد من اكبر التحديات اللي قابلتهم. والصخره دي كان لازم تتربط وتتشد بالكراكه بحرص شديد عشان تخرج من المكان من غير ما تكسر حاجه. بعد كده جابوا الكراكه الصغيره من تاني عشان هي اللي هتقدر تدخل جوه المكان، وبداوا يكسروا في الارضيه الصلبه عشان يجهزوها للمرحله اللي جايه. وفي نفس الوقت الكراكه الكبيره كانت واقفه بره ومدخله الكفه بتاعتها جوه المكان، بيملوها بالصخور وهي بترميهم بره بمنتهى السهوله. ونرجع تاني للارضيه وتحديدا في المكان اللي هيبقى المطعم الجديد. وهنا بنشوف بنواه وهو راكب الحفار الصغير من تاني، بس المره دي بقى بيحاول يشيل اخر صخره معصلجه في المكان. والحفار اللي قدامنا ده عامل زي اللعبه حرفيا. المهم يعني انه طلع اخر صخره بره، وزي ما واخدين بالكم كده الراجل ده بيتعلم بسرعه جدا وتحول من واحد ما يعرفش حاجه عن المعمار لواحد سايق الحفار وبيخلص الشغل بايده زي ما انتم شايفين. بعدها على طول حفروا في الارضيه وبداوا يعملوا الاساسات، وبداوا في صب الخرسانه ومالوا بيها القواعد عشان تكون صلبه ومتينه جدا. والقواعد دي هي اللي هتشيل كل الأحمال والأدوار اللي فوقها في المستقبل. ودلوقتي وصل الموقع شاحنة محملة زلط ودخلوها على طول لجوه القصر، وبدأوا يفرشوا الأرضية كلها ويسووها ببعض. وبعدها حطوا شبكة المواسير وفوقها مشمع بلاستيك عشان يعزل الرطوبة تماما. واخيرا ركبوا الشبكة الحديد اللي هتمسك كل حاجة في بعضها. ودلوقتي الارض بقت جاهزة عشان تستقبل الخرسانة. الصبة بتنزل وتتفرش في كل ركن بدقة عشان ما يكونش فيه اي شروخ في المستقبل. والصبة اللي قدامنا دي مساحتها 50 متر مربع، ودي كانت اول علامة حقيقية ان القصر بيبدأ يتحول لشكله الجديد. وفجأة الجو قلب والشتاء وصل للقصر والمكان كله اتغطى بطبقة من التلج. وللأسف كل ده هيبقى وراه معاناة، وده عشان
البرد والتلج بيخلوا الشغل أصعب 100 مرة، بس مش ده اللي هيوقفهم عن الشغل، ودخلوا على طول في الخطوة اللي بعدها، وهي ملء الفراغات اللي بين الحجارة الأثرية دي. بس عشان يرمموها ما استخدموش أسمنت عادي، لا دول رجعوا الخلطة الناس كانوا بيستخدموها زمان، واسمها خلطة المونة الجيرية. ودي بيعملوها بإنهم بيسخنوا الحجر ويطحنوه لحد ما يبقى بودرة، وبعدين بيخلطوا معاه ميه ورمل واسمنت بنسب معينه. واللي بتعمله الخلطه دي هي انها بتسمح للجدار انه يخرج الرطوبه اللي جواه وما تحبسهاش جوه، وده بالظبط اللي بيحافظ على المباني التاريخيه القديمه، وهو ده السر اللي بيخلي القصور تعيش لمئات السنين. اما في الورشه فكان صحابنا هنا شغالين حدادين مسلحين وبيجهزوا الحديد للكاميرا الرئيسيه، والكاميرا دي دورها مهم جدا لان هي اللي هتشيل الدور الاول كله فوق قاعه الاجتماعات. وبعدين بدأوا يقفلوا السقف كله بدعامات حديد، وبعدين بيغطوهم كلهم بألواح خشبية، وبيملوا الفواصل اللي بين الألواح وبعضها بمعجون. وبعد كده هيبدأوا يجهزوا الشبك الحديد بتاع السقف، بيقطعوا أسياخ الحديد وبيجمعوهم مع بعض لحد ما بيغطوا السقف كله، وبكده السقف بقى جاهز لمرحلة الخرسانة. واحنا هنا بقى بنتكلم عن سقف مساحته 120 متر مربع، يعني وزن الخرسانة اللي هتتصب عليه هيعدي 60 طن. فأي غلطة هنا في التدعيم هيحصل بسببها كارثة حرفيا. بس الكارثة الحقيقية هنا ما جاتش من المبنى، لا دي جت من العالم كله. فجأة حصلت مفاجأة غير متوقعة وقفلت لهم كل خططهم، ومش هم بس، لا ده العالم كله وقف، والسبب كان وباء كورونا اللي ضرب الدنيا كلها. والمشروع واجه أزمة حقيقية والتمويل وقف. أصل برضه مين المجنون اللي هيستثمر في فندق وسياحة والعالم كله قاعد في البيت؟ التوريد وقف والخامات ما بقتش توصل، وكان المفروض يكون الافتتاح في 2021، بس الحلم هنا اتأجل لميعاد مش معروف. والتأخير ده بقى كان ليه ميزة غريبة، بما إن مفيش عمال ومفيش فلوس كتير، فاصحابنا قرروا انهم يعملوا الشغل بنفسهم. والخطوة دي مش بس وفرت معاهم مبالغ ضخمة كانت هتدفع للشركات، لا دي خلتهم يبقوا متحكمين في كل تفصيلة بشكل اكبر بكتير. وبدل ما يقعدوا يشتكوا قرروا انهم يستغلوا الوقت ده في اصعب شغل يدوي ممكن تتخيله. رجعوا يشتغلوا حدادين مسلحين وبنايين، وبدأوا يرمموا الحيطان بالمونة الجيرية اللي قلنا عليها، وبعد كده بيكملوا صب الخرسانة باستخدام خرطوم خرسانة سايلة ممدود من مضخة خرسانة عملاق، وبيفردوا صبة الخرسانة على الارض لحد ما خلصوها. والموضوع الحمد لله عدى على خير، وخلصوا الصبة دي في نص يوم بس. والدور الأول اللي عملوه ده هيضم 7 غرف فندقية، كل غرفة فيهم بتطل على منظر خيالي للحديقة المحيطة بالقلعة. وبنفس السيناريو كرروا نفس الخطوات للدور التاني، وضافوا للمبنى دور كمان فوق. وعايز أقولك إن الخرسانة ممكن تمشي عليها بعد 48 ساعة بس من الصب. بس اوعى تفتكر إنها كده اتصلبت، لا دي بتكون لسه من جوه طرية وضعيفة. وفي حاجة اسمها زمن الشك النهائي للخرسانة، ودي المدة اللي الخرسانة بتاخدها عشان توصل لدرجة التصلب النهائية بتاعتها، والمدة دي بتوصل ل 28 يوم كاملين. فعشان كده كان لازم انهم يستنوا 3 أسابيع قبل ما يفكروا انهم يشيلوا الشدات الخشبية والدعامات، عشان يتأكدوا كويس ان اطنان الخرسانة دي بقت متماسكة وقادرة انها تشيل نفسها. ودلوقتي جت لحظة فك الشدات، والمرحلة دي مش سهلة زي ما انت فاكر، لان الالواح بتكون تقيلة جدا والتعامل معاها فوق السقالات بيبقى خطر حقيقي، واي حركة غلط ممكن لوح يقع على حد ويتصاب. وبمجرد ما الخشب بيتشال بيفحصوا الصبة ويتأكدوا ان ما فيهاش اي شروخ وان الشغل كله ماشي تمام. ومن الخرسانة نروح بقى للتشطيبات. دلوقتي بيكون وصل اول دفعة من الشبابيك، والشبابيك دي معمولة من خشب البلوط الصلب، وفيها زجاج مزدوج سميك جدا عشان العزل الحراري. والشبابيك اللي قدامنا دي كانت عملاقة، حرفيا الشباك الواحد وزنه 75 كيلو، وبسبب وزن الشبابيك وضخامة القصر فما كانش ينفع العمال يشيلوها على السلالم اللي هي اصلا لسه مجهزتش، فاستخدموا الرفعة الشوكية عشان يرفعوا باليتات الشبابيك لحد مستوى فتحات الشبابيك في الدور الاول والتاني، ويدخلوها من الفتحات دي وهي لسه في الهواء، والعمال بيستقبلوها من جوه. وبعدين بدأوا عملية التركيب، وطبعا الشباك الواحد كان بيحتاج اكتر من شخص عشان يركبوه مع بعض. وبعد ما خلصوا الشبابيك دلوقتي جه الدور على البرج الرئيسي، وده كان مصدر قلق كبير جدا ليهم. بس اول ما بصوا عليه كانت المفاجأة الحلوة اللي كانت مستنياهم، وهي ان الجدران كانت سليمة وزي الفل، ودي كانت دفعة معنوية كبيرة ليهم. بس الحلو ما بيكملش، والسقف كانت حالته صعبة جدا ومحتاج تغيير كامل للكرميد، وهيضطروا انهم يغامروا ويغيروه بنفسهم. طلعوا فوق السقف وهيبدأوا التحدي، بدأوا يشيلوا الطبقات القديمة بالكامل. واظن انت من المنظر كده حاسس قد ايه المكان ده ارتفاعه عالي جدا. وبعد ما شالوا البلاط كله استعانوا بشركة متخصصة في النجارة عشان تعدل وترمم الهيكل الخشبي الضخم للسقف. رصوا العروق الخشبية بالطول بمسافات محسوبة بالملي عشان تمشي مع الدوران الطبيعي للسقف، وفوقها ثبتوا العوارض الخشبية بالعرض عشان يعملوا شبكة قوية جدا تغطي القبة كلها. وهنا بيجي دور الدقة، كل حتة كرميد بتتقص بمقصات مخصوصة عشان تركب في مكانها،
وكل قطعة بتخش تحت القطعة اللي جنبها عشان يضمنوا انه ما يحصلش اي تسريب للمية في المستقبل. وبعدين رمموا القمة المعدنية بالزنك الجديد عشان ترجع تلمع وتعيش لسنين قدام. والقمة المعدنية دي مهمتها انها بتشتغل كمانع للصواعق، والنتيجة اللي قدامنا ان السقف بقى كأنه متفصل على القبة دي وهيعيش لسنين كتير قدام. واهم حاجة انه محافظ على الشكل التاريخي بتاع القصر. وفي اللحظة اللي احنا فيها دلوقتي دي يكون عدى 3 سنين من بداية المشروع، والقصر ملامحه بدأت تبان أكتر وأكتر. بس كالعادة المشاكل والتحديات ما بتخلص. قمة البرج التاني دي بقى كانت مشكلة لوحدها، حالتها كانت صعبة جدا ومحتاجة ترميم جذري. وكانوا محتارين هل يطلعوا يرمموها وهي فوق على ارتفاع عالي جدا، وده طبعا خطر مميت، ولا يجيبوا ونش وينزلوها كلها على الأرض. فما استنوش كتير واختاروا انهم يبقوا في الأمان وينزلوها على الأرض. وعلى طول جابوا الونش العملاق واللي وصل بسرعة وما تأخرش. بس لما العمال طلعوا فوق اكتشفوا ان الخشب والمعدن بتوع القمة دايبين وممكن انهم يتفتتوا في اي لحظة قبل ما الونش يرفعهم اصلا. فكان لازم العملية دي تتم بدقة كبيرة عشان القمة ما تنهارش كلها فوق بعض. وعشان كده وبعدين ربطوا الأحزمة في الدعامات كويس جدا. ودلوقتي هتبدأ اللحظة الحاسمة. سواق الونش بيرفع القمة ببطء شديد واحدة واحدة، والعمال بيوجهوه بالإشارة. وكل حركة هنا كان لازم تبقى محسوبة، لأن أي ميل غلط أو أي هزة زيادة هتخلي القمة دي تقع وتتكسر 100 حتة، وساعتها قطعة تاريخية هتضيع للأبد ومحدش هيعرف يعوضها. واستكملوا العملية وطبعا كله كان قلقان لحد ما أخيرا القمة لمست الأرض بأمان. ودلوقتي بدأوا إنهم يرمموا القمة دي بنفس الخطوات اللي عملوها في البرج الأولاني. الفرق الوحيد بس إن المرة دي بيشتغلوا هم واقفين على الأرض، فالموضوع هنا أسهل بكتير. وبدأوا الشغل المريح والدقيق في نفس الوقت بإنهم شالوا كل قطع الكرميد القديم، وبدأ النجارين المحترفين إنهم يرمموا الهيكل الخشبي الضخم ويستبدلوا الأجزاء المتعفنة من الخشب بخشب تاني جديد وصلب. ولما خلصوا بدأوا عملية رص الكرميد الجديد واحدة واحدة وبنفس خطوات الرص اللي فاتت عشان يضمنوا إنه مفيش نقطة مية تسرب لجوه القصر زي ما قلنا. وحتى القمة المعدنية رمموها وحطوها تاني مكانها. ودلوقتي القمة اترممت وبقت كأنها جديدة، والونش العملاق رجع من تاني للموقع عشان ينفذ الجزء التاني والأخطر من المهمة، وهو إنه يرجع القمة لمكانها تاني فوق البرج. وزي ما نزلوها واحدة واحدة الطلوع بقى هيبقى أصعب بكتير، والدقة هنا لازم تكون عالية جدا عشان يقدروا يحطوها في مكانها المظبوط. وأي غلطة هنا هتخلي القمة تقع، فلازم ياخدوا بالهم. والمهمة دي كانت محتاجة الفريق كامل متعاون مع بعضه، كل واحد واقف في نقطة استراتيجية عشان يراقب الحركة. وسواق الونش كان عنده مهارة عالية جدا، رفع القمة فوق مستوى البرج بالظبط وبدأ إنه ينزلها ببطء. وهنا بقى يجي دور الرجالة اللي واقفين فوق السقالة. دول زي ما نقول كده هم عين السواق، لأنهم هم اللي شايفين الزاوية الصح وبيوجهوه للمكان بتاع القمة. وبكل هدوء ومن غير أي خطأ القمة بتنزل وتستقر في مكانها الأصلي، وبكده تكون نجحت واحدة من أعقد وأخطر عمليات الترميم في المشروع كله. وكل حاجة هنا مشيت زي ما الكتاب بيقول. بس نرجع تاني جوه القاعة الرئيسية واللي كان لسه فيها شغل تقيل. أول حاجة صبوا 20 سنتي من الخرسانة عشان يقفلوا سقف الدور الأول. بس وهم بيستعدوا للدور التاني حصلت مشكلة جديدة. هما كان عندهم أمل إنهم يستخدموا عروق الخشب القديمة تاني، بس لما عينوها لقوها مسوسة ومش هتنفع خالص. وعشان كده ما كانش في حل قدامهم غير إنهم يشيلوها. وبالفعل قطعوا الخشب القديم ورموه. وبعدين بدأوا يجهزوا كاميرات جديدة عشان تشيل الحمل. ركبوا الشدة الخشبية مكانها وحطوا جواها شبكة الحديد، وبعدين صبوا جواها الخرسانة. وفي نفس الوقت بير الأسانسير كان بيتبني بسرعة في الدور الأول، ودي كانت خطوة هندسية جبارة ومعقدة جدا. وسرعة الشغل بدأت تزيد أكتر وأكتر، والمكان بدأت تظهر ملامحه وتتشكل قدام عينينا. وفي اللحظة دي طلعوا للدور اللي فوق عشان يكرروا نفس عملية الصب اللي عملوها تحت. فبدأوا إنهم يجهزوا أساسات الأرضية وفرشوا شبكة الحديد اللي هتمسك المبنى كله في بعضه، وبعدين صبوا فوقها الخرسانة وسووها بمنتهى الاحترافية عشان تكون الأرضية مستوية تماما. وبمجرد ما الخرسانة دي نشفت نقدر نقول إن الهيكل الإنشائي للقاعة الرئيسية اكتمل رسميا، وكل أدوار المبنى من الأرض لحد فوق اتربطت ببعضها وبقت حتة واحدة صلبة. ومن هنا بدأوا إنهم يفكروا في الخطوة اللي بعدها، وهي تقسيم الغرف ورسم الممرات اللي هيمشي فيها النزلاء لأول مرة. وبعد التعب ده كله خدوا استراحة واحتفلوا بانتهاء الهيكل الخرساني. بس اللي يفتكر ان الشغل خلص يبقى غلطان. نسيبنا بقى من اللي جوه ده شوية ونخرج لبره، وتحديدا في الحديقة، لأن في تحدي جديد مستنيهم، وهو أضخم وأجرأ مشروع بناء هيعملوه لوحدهم لحد دلوقتي. وهو إنهم بيبنوا سور حجري طوله 40 متر، والسور ده مش مجرد طوب، ده هو اللي هيرجع الحديقة هيبتها.
بدأوا ينظفوا الحديقة وشالوا الأشجار الميتة بالمنشار الكهربائي. وصحابنا هنا واجهتهم مشكلة إن حدود القصر سايحة على الغابة، فكان لازم يعملوا سور يحدد الملكية وكمان يدي خصوصية للنزلاء. وبما إن ميزانيتهم كلها كانت رايحة على السقف، فقرروا إنهم يوفروا شوية ويستخدموا الحجارة القديمة اللي جمعوها. وباستخدام طرق الأجداد اللي اتعلموها من الصنايعية القدام في المنطقة، بدأوا إنهم يمدوا الخيط ويستخدموا ميزان المية ويرصوا الحجارة حجر بحجر، وكمان من غير ما يستخدموا أسمنت في شوية أجزاء، وبيعتمدوا بس على تعشيق الحجارة في بعضها. وشكل السور ده كان بيطابق شكل الأسوار القديمة اللي كانت موجودة زمان. والموضوع ده كان عامل زي البازل، لأنك لازم تختار الحجر الصح في المكان الصح عشان طبعا السور يقدر يمسك نفسه. وعشان الحديقة تكمل طبعا كان ناقص لها بوابة. وعظمة التصميم ده مش بس في شكله الحلو، دي هندسة عبقرية. شكل القوس بيخلي وزن الحجارة يتوزع بالتساوي على الجناب، فالمبنى بيفضل واقف العمر كله. بس بناه بيكون صعب جدا، ولازم يبنوا الأول شدة خشبية تاخد شكل القوس ويرصوا عليها الحجارة حجر بحجر بدقة وصبر وبحرص شديد. الخشب بيتشال والقوس بيفضل واقف ثابت زي ما هو، والحجارة مسكت في بعضها زي المغناطيس. وبكده السور والبوابة بقوا جاهزين. وأهم حاجة هنا إنهم حافظوا على الشكل التاريخي للحديقة دي. وآخر حجر محطوط في النص قدامكم ده اسمه حجر المفتاح. وعايز اقول لكم ان ده اهم حجر في القوس كله، لان هو اللي بيوزع الضغط على القوس وبيربطه ببعضه، وهو اللي بيدي الثبات والمتانة للقوس كله. وكتير من المساجد والجسور القديمة لسه موجودين لحد دلوقتي بسبب حجر المفتاح ده. ويلا بينا نخش جوه، وتحديدا لقلب القصر. والمكان ده مش مجرد غرفة، ده هيكون البار والمكان اللي الضيوف هيقعدوا فيه في القصر. بس عشان يوصلوا للمرحلة دي فكان لازم يدفعوا تمن، والتمن ده كان غالي جدا. وبالرغم من المصاريف المرعبة دي فالشغل ما بيقفش خالص. والدور التاني بيجهز عشان يضم غرف الضيوف، وزي ما نقول كده ما بقاش فاضل غير الكريزة وهي الأجنحة الملكية. ودول مكانهم هيكون في البرج الرئيسي. بس البرج ده ما طلعش سهل خالص. قبل ما يفكروا انهم يصبوا خرسانة الدور الأول في البرج لازم يبصوا على حالته الأول، لأن سقف الدور الأرضي القديم حالته كانت في الضياع، والخشب كله قديم ومتهالك. يعني تخيل انك هتصب أطنان من الخرسانة فوق سقف اصلا مش شايل نفسه، فطبعا السقف كله هينهار. فعشان يحلوا المشكلة دي زرعوا غابة من الدعامات المؤقتة عشان تسند السقف العجوز ده. والعمال كانوا قلقانين جدا لا الدعامات دي ما تستحملش تقع بيهم، وبدأوا انهم يصبوا الخرسانة فوق السقف القديم. والحمد لله الدعامات كانت جامدة جدا واستحملت الوزن التقيل ده. وبمجرد ما اخر طبقة اتصبت كده نقدر نقول ان الدور الاول في البرج اكتمل بسلام. بس مفيش وقت للراحة، وبدأوا على طول انهم يجهزوا الشدات للدور التاني. وبعد ما الخرسانة نشفت العمال مسكوا الهيلتي وشغالين تكسير في طبقات الدهان والمحارة القديمة. والهدف هنا انهم يوصلوا للحجر الاصلي بتاع القصر، بحيث انهم يظهروا جمال الحجر الطبيعي ويرجعوا للقصر روحه الاصلية. والشغل كان ماشي كويس جدا والدنيا بدأت تحلو. بس القصر طبعا لسه مخبلهم مشاكل وتحديات كتير جدا. المشكلة المرة دي في المدخل اللي بيوصل للجناح الملكي. المدخل القديم كان ضيق جدا، وده ما ينفعش خالص مع فندق فخم ومودرن. فالحل كان انهم لازم يفتحوا باب جديد في حيطة البرج. وهو الكلام سهل، بس التنفيذ ما كانش سهل خالص. احنا هنا بنتكلم عن جدار سمكه 1.5 متر، يعني ده هيبقى نفق مش باب. والجدار ده هو اللي شال البرج كله، لانه مفيش اي اعمده، هو جدران بس. فكان لازم ياخدوا بالهم جدا وهم بيكسروا. اول حاجه عملوها انهم حددوا مكان الباب الجديد اللي هيربط البرج بالمبنى الرئيسي. بداوا اول حاجه انهم يحفروا في الجزء العلوي من الباب، وشالوا صفوف محدده من الحجاره، وحطوا مكانها كمرات حديد تقيله عشان تشيل شويه من وزن البرج وتخليهم يقدروا انهم يفرغوا تحتها بامان. وبمجرد ما الجزء العلوي بقى متامن جابوا الهيلتي وبداوا انهم يكسروا في قلب الجدار. والمنظر قدامنا مبهر الصراحه، لانك بتشوف نفق حقيقي بيتشكل جوه الجدار. والعمال كانوا بيطلعوا اطنان من الحجاره اللي كانت جوه الجدران التاريخيه دي. اما فرانسيس وبنوا فصوروا لحظات وهم واقفين في نص الفتحه، وكان سمك الجدار اكبر من عرض اكتافهم بكتير، وكانهم ماشيين في نفق سري. وبعد ما فرغوا الفتحه دي كلها بالكامل بداوا انهم يبنوا اكتاف جديده من الحجر الصلب والمونه، وهيبنوا الاكتاف دي على جوانب الباب بحيث انهم يربطوا الجدار المقطوع في بعضه، ويضمنوا ان مفيش اي حجر يريح او يتحرك من مكانه. وبكده يكونوا نجحوا انهم يفتحوا المدخل اللي هيربط الجناح الملكي بباقي المبنى بتاع الفندق. بس وسط التراب والتكسير ده حصلت مفاجاه ما كانوش متوقعينها. فاكرين الكنيسه القديمه اللي هدوها في الاول دي؟ في وسط الانقاض بتاعتها لقوا حجر غريب جدا، وبالتحديد حجر محفور عليه صليب. ولما بحثوا وراه وسالوا الخبراء اكتشفوا ان الحجر ده حجر اثري وبيرجع لزمن فرسان الهيكل، يعني من القرن ال12 تقريبا. فيا ترى ايه حكايته وهيعملوا بيه ايه؟ خليني اقول لك مين فرسان الهيكل دول كانوا واحده من اقوى المنظمات العسكريه المسيحيه في العصور الوسطى، واشتهروا وقت الحروب الصليبيه، وكانوا هم اللي بيحموا الحجاج في الطرق. والصليب الاحمر المميز بتاعهم ده كان رمز للقوه والنفوذ.
وما كانش بيتحط غير على حصونهم وأماكنهم المقدسة. فوجود الحجر ده هنا فيه احتمال كبير جدا إن القلعة دي كانت حصن من حصون فرسان الهيكل، أو ليهم إيد مباشرة في بنائه من مئات السنين. وبرغم إن مفيش أي وثائق رسمية بتؤكد الكلام ده، لكن تخيلوا إن المكان اللي بيترمم ده كان شاهد على أسرار تاريخية مرعبة. والحجر ده مش هيتحط في متحف ولا يتركن على جنب، هم قرروا إنهم يستغلوا الحجر ده أفضل استغلال، وهيدخلوه في بناء المدخل الجديد اللي لسه فاتحينه. وبكده يكونوا دمجوا حجر عمره أكتر من 800 سنة مع ترميمات من سنة 2025. ونسيب بقى التاريخ شوية، والفريق هنا استغل إن الشمس طالعة وقرر إنه ينقل الشغل اللي بره القصر، وتحديدا في المنطقة اللي قدام البار. بدأوا ينظفوا الردم ويجهزوا الأرض عشان يصبوا أساسات الترس الجديد، والترس ده هيكون واسع وممتد بطول المبنى كله، عشان ده المكان اللي الضيوف هيقعدوا فيه ويشربوا قهوتهم الصبح. بعد كده طلعنا للدور الأول في البرج، وهنا قابلتهم مشكلة جديدة، وهي الدفاية الأثرية الضخمة، ودي حرفيا كانت على تكة وتنهار. لكن فرانسيس وبنوا ما قدروش إنهم يفرطوا فيها، عشان كده قرروا يعيدوا تركيبها من الأول. أول خطوة إنهم فكوها بحرص، وبعدين رجعوا ركبوا حجارتها من تاني عشان يرمموها. وهي مش هيشتغل جواها نار بجد، بس هتفضل موجودة كقطعة ديكور فنية تحافظ على هيبة وشخصية الأوضة. والشغل كان ماشي بسرعة والوقت بيجري، وميعاد الافتتاح خلاص بيقرب، لكن لسه الملامح الداخلية للفندق ما اترسمتش. وحرفيا الفندق كان لسه عبارة عن قطعة واحدة ومحتاجة انها تتقسم لغرف. فبدأوا على طول انهم يقسموا المساحات الواسعة لأوض باستخدام شاسيهات حديد، وعشان يقفلوا الجدران دي استخدموا ألواح من الجبسون بورد. وفي الدور الأخير الحكاية بدأت تحلو، والشبابيك بقت بتطل على منظر خيالي للحديقة، وتقسيمات الجدران بتتحط بدقة عشان تفصل بين الأجنحة. ولما نزلنا للدور الأول كانوا شغالين بميزان الليزر، وميزان الليزر في المرحلة دي دوره كان مهم جدا، لأن الحوائط الأثرية في القصر ده كانت مليانة بتعريجات وميول بتوصل أحيانا لأكتر من 10 سنتي، وده مستحيل إنه يركب عليه شغل مودرن بدقة. والجهاز ده بيترسم منه خطوط ضوئية أفقية ورأسية دقيقة جدا على المساحات الفاضية، وده بيسمح للعمال إنهم يثبتوا شاسيهات الحديد بزاوية 90 درجة بالملي. وبكده قدروا إنهم يعوضوا العيوب بتاع المبنى القديم ويعملوا بدلها جدران مستوية تماما. والدقة دي ما كانتش مجرد رفاهية، دي كانت ضرورة عشان السيراميك والباركيه يركبوا بانتظام. والأهم من كده إنها ضمنت تقفيل الجدران بإحكام عشان مواد العزل تقوم بدورها في كتم الصوت بين الغرف، وده طبعا اللي بيحقق الجودة المطلوبة في فندق 4 نجوم. وعشان يضمنوا الهدوء للضيوف عملوا نظام عزل مش أي حد يعمله. أول مادة استخدموها كان اسمها ألياف السليلوز، ودي مادة طبيعية وصديقة للبيئة، وبتتعمل من الورق المعاد تدويره، وبتتحط في المنطقة الفارغة اللي في الجدران. وبعدين حطوا طبقات من الصوف الصخري، وده بيعمل حاجتين، اول حاجه ان هو بيظبط درجه حراره الاوضه، والتانيه والاهم انه بيكتم الصوت تماما. ومع تقفيل الاسقف ملامح القصر الداخليه بانت اخيرا، ودلوقتي تقدر تمشي جوه وتعرف فين الممرات وفين غرف النوم. والمكان اتحول من مجرد مساحة واسعة مفتوحة لمبنى متقسم وجاهز انه يستقبل الحياة جواه. بس عشان الجدران دي تكمل كان لازم انها تتمعجن طبعا، واصحابنا هنا ما كانوش صناعية وما كانوش يعرفوا الجدران بتتمعجن ازاي، فجابوا واحد عشان يعلمهم. والراجل ده وقف معاهم وعلمهم كل الخطوات عشان يطلعوا الشغل مظبوط زي ما الكتاب بيقول. وبعد شوية غلطات ومحاولات اخيرا اتعلموا ازاي يمعجنوا الجدران، وبقوا جاهزين انهم يدخلوا اي اوضة ويشطبوها بنفسهم، وكأنهم شغالين في الشغلانة دي بقالهم 20 سنة مثلا. بعد كده نروح للجزء المنتظر وهو بداية بناء المطعم. لغاية اللحظة دي كل شغلهم كان ترميم وإصلاح للقديم، يعني كانوا محكومين بالمبنى اللي قدامهم. لكن المطعم ده قصة تانية، دي منطقة فاضية ولسه هيبنوا فيها من الصفر، وهيعملوا التصميم بتاعهم الخاص. البداية كانت بتأسيس الخدمات الأساسية للمطبخ، ودي أهم خطوة، وهي مواسير المية وكمان الكهرباء طبعا. كل حاجة بتتحط في مكانها عشان المطبخ يشتغل بكفاءة تامة. وبعد ما اطمنوا على التأسيس نزلت الصبة الأسمنتية عشان تعمل أرضية صلبة للمطعم، واستغلوا الفرصة وصبوا معاها أساسات التراس الخارجي، وده المكان اللي الضيوف هيقعدوا فيه ويتفرجوا على المناظر الطبيعية زي ما قلنا. بس نرجع تاني لجوه القصر واللي الشغل فيه لسه مخلص. دلوقتي هم قدام مهمة تقيلة جدا، وهي تجهيز القصر لشبكة الكهرباء وأنظمة التكييف. وهنا بيكسروا ويمدوا الكابلات لأن دي الأعصاب اللي هتشغل الفندق كله. والتحدي هنا مش بس إن الكهرباء تشتغل، لكن التحدي الحقيقي هو إن كل سلك وكل ماسورة تكييف لازم تختفي بذكاء، سواء كان في السقف بقى أو الأرضية أو حتى الجدران. وممنوع إن أي سلك يبان ويبوظ شكل المكان. وفي السقف العالي ركبوا وحدات التهوية المركزية عشان يقدروا إنهم يتحكموا في درجة حرارة المكان. وكمان فرشوا ألواح عزل حراري معمولة من ألياف الخشب الطبيعية، والطبقة دي مهمة جدا عشان تعزل البرودة بتاع الأرض وتخلي جو الأوضة دافي ومريح للرجلين. وفوق العزل ركبوا ألواح الأرضية الخشبية. وبعدين في التشطيب النهائي للأرض جابوا المشط أو المالك وبيفردوا المادة على الأرضية،
وبعدين بيلزقوا البلاط فوقه واحده واحده، وطبعا بيظبطوا الميزان بتاع كل بلاطه. وعشان اللوحه دي تكمل جت مرحله السقيه، واللي فيها بيملوا الفراغات بين السيراميك وبتقفلها تماما عشان الارض تبقى معزوله كويس ومفيش اي ميه تنزل بين البلاط. وبعدين بدأ شغل التشطيب في الحمامات، واللي اختاروا لها خامات بتجمع بين الحداثه وبين روح القصر التاريخي، فاستخدموا السيراميك والبورسلين بالواح هاديه ومحايده زي الابيض والرمادي عشان تدي احساس بالاتساع والفخامه. وقبل ما يرصوا البلاط كان لازم انهم يدهنوا الارضيات والحوائط بطبقات عزل مائي عشان يضمنوا عدم تسريب اي نقطة مية للسقف او الارضيات. وبعدين ركبوا انظمة خزانات الدفن للقواعد المعلقة، وده خلى شكل الحمام مودرن جدا وسهل في التنظيف. وبالنسبة للدش بقى فاستخدموا الدش الشلال اللي بيتركب في السقف او الجدار، وكمان ركبوا خلطات ميه ذكيه بتحافظ على درجه الحراره ثابته للنزلاء، وعملوا تجاويف فاضيه في الجدران ودي اسمها جروف او خوارنق عشان يتحط فيها الشامبوهات مثلا. والتشطيبات النهائية دي هي اللي حولت المكان من مجرد موقع بناء مليان تراب لفندق 4 نجوم فخم جدا. وهي دي الحاجات اللي هتعلم في ذاكرة الناس وتخليهم يرجعوا تاني. واللون الابيض والرمادي اللي كان على الجدران بدأ يختفي، اما على الجدار ده فمش ورق حائط، لا دي بلاطات سيراميك عملاقة بتصميم وملمس الورق بتاع الحائط. وعشان البلاطات دي ضخمة وحساسة فالعمال بيستخدموا شفاطات ومقابض مخصوصة عشان يشيلوها ويركبوها. وما ينفعش ابدا انهم يغلطوا هنا لان البلاط ده ثمنه بيكون غالي جدا. وبالفعل ركبوه في مكانه بدقة، وبمجرد ما خلصت النتيجة كانت تحفة فنية. وننزل تاني للتيرس عشان فيه هندسة عالية قوي هنا. الارض هنا مش مجرد بلاط وملزوق، لا دول استخدموا نظام ذكي جدا عباره عن شاسيه معدن بيركب على قواعد متحركه، والقواعد دي بقى بتقدر ترفعها او توطيها على حسب ما انت عايز عشان تظبط الميزان بتاع الارضيه وتخليها مسطره حتى لو الارض تحتها مش متساويه. والتركايه هنا بقى فين؟ ان تحت البلاط السيراميك ده في شريط مطاط، وفايدته انه بيمتص الصوت عشان اثناء المشي ما تسمعش صوت طقطقه وكانك ماشي على ارض صلبه او فخمه. والميزه الاهم هنا هي ان النظام ده مصمم انه يستحمل التلج وما يطرقعش في عز ساعة الشتاء. ومن الترس نروح للبوابة الحجرية، ودي اللي بتدخلنا على الحديقة على طول. وأول خطوة رصوا الحجارة الأساسية الضخمة عشان تكون القاعدة المتينة للطريق، ودي اللي هيمشي عليها الضيوف. ورص الحجارة هنا ما كانش عشوائي، لا ده كان ماشي بنظام. أول حاجة بيحطوا الحجارة الكبيرة عشان تعمل الهيكل المتين، والفراغات اللي بينها بقى بتتملي بزلط صغير وبيختاروه بالوحدة. وده أسلوب رصف قديم كان بيستخدم في شوارع أوروبا من مئات السنين. ولما خلصوا دهنوا الحجارة بمادة عازلة بحيث إنها تديها لمعة وتحميها من العوامل الجوية. وفي نص الطريق بالظبط حطوا الختم بتاع المكان، وهو عبارة عن قطعة خشبية محفورة ومكتوب عليها اسم القصر، وحطوها كده كأنها توقيع الفنان على واحدة من أهم لوحاته. وبعد كده دخلوا على الحديقة، والتخطيط هنا بالمسطرة والحبال عشان يجهزوا التربة للزراعة. وعملوا تركاية ذكية جدا، غطوا الأرضيات بمشمعات مخصوصة، والمشمعات دي بتمنع الحشائش الضارة إنها تطلع في الشتاء وتحمي التربة. والأحلى بقى إنها قابلة للتحلل، يعني هتختفي لوحدها وتدوب في الأرض من غير ما تسيب أي أثر للبلاستيك. ونروح للمطعم الجديد اللي بيتبني من الصفر، وهو بيتبني في نفس المكان اللي كانت واقفة فيه الكنيسة القديمة. الخشب وصل والشغل ما بيقفش، قطعة ورا قطعة، وهيكل المطعم بدأ يظهر للنور، والتقسيمة بتاعته بدأت توضح. على اليمين صالة الأكل العملاقة اللي هتستقبل 150 ضيف في وقت واحد، وعلى الشمال هيكون موجود المطبخ، وده مجهز بأحدث الأجهزة اللي في العالم عشان يكون القلب النابض للمكان الجديد. وفكرة إنك تدمج مبنى مودرن زي ده مع قصر تاريخي قديم حاجة صعبة جدا، ولازم الشكلين يكونوا متناسقين مع بعض. بس المفاجأة بقى إن المطعم ده هو اللي هيتم افتتاحه قبل الفندق نفسه، والناس هتيجي تاكل هنا قبل ما أي حد يبات في الأجنحة. بس المشكلة الحقيقية معاهم كانت في الوقت، باقي 3 شهور بس والضغط بدأ يزيد والكل بيسابق الزمن. وجوه الشغل كان ماشي بسرعة جدا، والواح الجبس بتتركب عشان تقسم الجدران بسرعة، وبره الواجهة بتتغير تماما. استخدموا شرايح خشب أفقية بتدي شكل مودرن وشيك جدا، وبتعمل تباين عبقري مع حجر القصر القديم. ومع زيادة الضغط الكل حرفيا بقى شغال، ومبقاش في فرق بين عامل بنا ولا الشيف المستقبلي بتاع المطبخ. الكل شمر وساعد في البنى والتشطيب، والعد التنازلي بدأ والوقت بيجري زي الصاروخ. احنا كده معانا الأرضيات خلصت والأبواب ركبت، ودلوقتي جه وقت إننا نشوف قلب المطعم. وفي وحدة طبخ مركزية جاية بطلب مخصوص من باريس، وده وحش شغال بالكهرباء بالكامل، وفي تكنولوجيا كبيرة جدا عشان الشيفات يبدعوا ويطلعوا أكل بمواصفات عالمية.
بس عشان الوحش ده يركب مكانه كان قدامهم مشكلة ان وزنه تقيل جدا ومحتاج حرص شديد في التحريك، ولازم ياخدوا بالهم وهم بيحركوه. بس بمجرد ما ركب المطبخ بقى جاهز لأي ضغط شغل، وطلعوا من المطبخ وراحوا للبار وقفلوا حوالين البار بالخشب وركبوا كاونتر توب من الرخام، وبصراحة شكله بقى شيك جدا. والخبر الحلو بقى ان الكراسي اخيرا وصلت وكل حاجة ماشية بالدقيقة والثانية عشان يلحقوا الافتتاح الكبير. ومش فاضل بس غير حاجات بسيطة، وحدة الأرفف اللي في نص البار بتتركب وشغالين بيلزقوا الفاميه على الشبابيك عشان يقللوا الإضاءة اللي داخله المكان. وكده خلاص فاضل تكة والحلم يتحقق. وفي خلال مكان الرجالة بيشطبوا الحمامات بتاع المطعم جوه، التركيز كله هينتقل لبره. لسه في مهمة أخيرة لازم تخلص قبل ساعة الصفر. وقت الرصف جه والمعدات التقيلة نزلت تفرش الأرض وتدمجها مع الترس. بس فرانسيس وبنوا مستحيل إنهم يستخدموا أسفلت عادي، دول استخدموا مادة عبقرية عكس الأسفلت اللي بيكتم الأرض. المادة دي مادة مسامية، يعني بتخلي المياه بتاع المطر تعدي منها وتنزل تسقي التربة تحتها، وده بيخلي المياه الجوفية تتجدد. يعني دي صديقة للبيئة 100%، وفي نفس الوقت بتدي للمكان لون هادي وشكل شيك جدا. وعايز اقول لكم ان الرحلة دي كانت ضخمة وتقيلة جدا، بس فرانسيس وبنوا ما شالوش الحمل لوحدهم، ده كان وراهم جيش حرفيا، من اول اهل القرية لحد الجمهور العالمي على يوتيوب والسوشيال ميديا. كل الناس دي تابعت معاهم خطوة بخطوة، ولولا كل الدعم ده كان زمانهم لسه في اول الطريق. ودلوقتي الدور جه على اخر خطوة في المشروع، وهو المدخل بتاع الفندق. ودي اول حاجة عين الزبون هتيجي عليها، فعشان كده عملوه كله من الازاز الشفاف. والمدخل بقى شيك ومنور وبيدخلك مباشرة على الريسبشن اللي اتشطب بسرعة وبقى جاهز لاستقبال الضيوف. بس جوه المطبخ الوضع كان مختلف تماما ومفيش وقت للراحة. الشيفات كانوا شغالين وبيجربوا الأجهزة الجديدة، ودي كانت زي بروفا كده قبل ما المعركة الحقيقية تبدأ. كل مسمار وكل لمبة وكل تفصيلة صغيرة بتتراجع للمرة الألف، ولازم كل حاجة تكون جاهزة تماما ومفيش أي مجال للغلط. وبعد سنين طويلة من التعب والديون والتحديات اللي بهدلتهم، القصر أخيرا بيفتح أبوابه للجمهور لأول مرة في تاريخه، بس المرة دي بقى كفندق مش كقلعة. البداية كانت بافتتاح المطعم، ودي مجرد خطوة أولى، وباقي بس تفاصيل بسيطة والفندق كله هيلحق بيه. وفي خلال المطعم ما كان شغال وبياكل الجو، الشغل جوه الفندق كان لسه بيغلي عشان يلحقوا انهم يفتتحوه هو كمان. والريسبشن بيظهر قدامنا في كامل فخامته، اضاءة دافية وفرش شيك. ونطلع على السلم للدور الاول، واخيرا الغرف اتشطبت واتفرشت وبقى جاهزة، والقصر اتحول لتحفة فنية حرفيا ومفيش فيها ولا غلطة. وبكده نكون شفنا رحلة تحويل المبنى التاريخي ده لفندق فخم جدا، واللي بدأها 2 صحاب دخلوا المشروع ده مديونين ومش عارفين اي حاجة في البنى، لكنهم طلعوا منه كسبانين. واتوقع بقى ان الفيديو ده يستاهل انك تنزل دلوقتي وتعمل لنا لايك وسبسكرايب، وقول لنا في الكومنتات لو انت مكانهم كنت هتحول القصر ده لايه. بس كده، واشوفكم الفيديو الجاي.